أهلا بيكم معايا، والنهاردة حابة إن أنا أتكلم عن تعقيب للقاء بتاع أحمد العوضي مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة. أنا اتفرجت على اللقاء دوا. آم، أنا صراحة كنت عايزة أتفرج، أنا مش من معجبي الصراحة يعني أحمد العوضي، لكن كنت عايزة أتفرج، كنت عايزة أعرف هيقول إيه، هيرد إزاي، يعني نوع من أنواع الخبرة يعني زي ما بيقولوا. فأنا في اللقاء ده اكتشفت إن أحمد العوضي هو واحد من طبقة شعبية. آم، وفي نفس الوقت هو بيعتز جدا بالطبقة دي، مش بس عشان هو طالع من الطبقة دي، لكن الطبقة دي هي اللي عملته النجومية بتاعته. فهو بيخاطب الطبقة دي، هو عايز دايما ينتمي للطبقة دي، بيستخبى ورا جوه الطبقة دي، لأن الطبقة دي هي اللي عاملة له النجومية العالية بتاعته. أم، أنا حسيت إن هو يعني حتى الكلام بتاعه، طريقة الكلام بتاعته كده، هي طريقة شعبية جدا. انا مش ضد الطريقه الشعبيه الصراحه يعني، بس عشان ما حدش يبقى عنده احساس ان انا حد متعالي او كده، لكن انا حسيت ان هو يعني شعبي قوي في طريقه كلامه. اكيد الناس اللي هي مش شعبيه هتبقى رافضه النموذج بتاعه، يعني لانه يعني بالنسبه لها مش بيمثل طبقتها. لكن في ناس كتيرة جدا هو بيمثلهم، في ناس كتيرة فرحانة بيه. اللي حسيته من اللقاء ان هو حد اجتهد اكيد. لكن طبعا اكيد يعني ياسمين عبد العزيز هي اللي ادت له الفرصه الذهبيه زي ما بيقولوا. آم، بصي يا جماعه، هو ما حدش بيدي وما حدش بياخد، يعني هو احنا ربنا يعني من خلال يعني ربنا بيسخرنا ان احنا ندي، او بيسخر الناس اللي حوالينا ان هي تدينا. فهو ربنا هو العاطي، بس عن طريق ياسمين عبد العزيز، عشان برضو ايه، لازم الواحد يحط كل حاجة في نصابها. ياسمين عبد العزيز اتاحت له فرصة العمر زي ما بيقولوا. هو اشتغل عليها، هو خد الفرصة دي، وهو كان مجتهد اوريدي. لكن هو زي اي طبقة شعبية عايز يجيب العيل. هي حاولت في العملية اللي عملتها ويعني ما نجحتش، وكان واضح ان هي ما تقدرش تعمل حاجة زي كده تاني، لان كان فيها يبقى خطر على حياتها. لكن ده ما خلاهوش ان هو ينسى الحلم بتاعه، حتى لو هي حاولت، هو ملوش دعوة، هو عاوز العيل. انا اعتقد والله اعلم برضو ان هي احساس داخلي جواها عشان تعوض الاحساس ان هي يعني مش هتقدر تجيب له عيل، او يعني هي عندها عيال وهو ما عندوش عيال منها او كده. فهي يمكن ضحت بحاجات كتيرة قوي عشان هو يظهر، عشان هو يعني اديت له الفرصة على حسابها هي شخصيا. فالفرصة دي خدت منها كتير قوي. كانت معتقدة ان الحب يعني هي بتضحي عشان الحب، والحب هو اهم شيء. لكن بعد كده اكتشفت لا، الحب بالنسبة للي قدامها مش كل شيء. الحب لا يكتمل غير بوجود عيل ليه. اكيد من حقه ان هو يكون عنده عيل. اكيد ياسمين غلطانة ان هي تضحي بحاجات معينة في الشغل علشان تديها لغيرها، على اساس ان هي تعوض الاحساس اللي جالها ان هي مش هتقدر تديله عشان يقعد معاها. انا ما اعرفش اذا كان هو اداها كمان الاحساس ان هي ست مش كامله، لان هي مش قادره تديله العيل ده، برضو ممكن يكون هو ادالها الاحساس ده. فهي حاولت ان هي تعوض احساس ان هي مش تديله العيل عن طريق ان هي تديله فرصه عظيمه في الشغل. الله اعلم. بس ده اللي انا حسيته من اللقاء. وعرفت هي ليه عندها مرارة شديدة في لقاء منى الشاذلي، لأن هي ادت حاجات كتيرة على حسابها على اساس ان الحب اقوى، لكن واضح ان العيل اقوى. هي سألته انت انت حياة السنجلة اخبارها ايه؟ فقال لها مين قالك ان انا سنجل؟ مرضاش يقول على اسم اللي مرتبط بيها.
اعتقد عشان يفضل ترند ان هو الناس بتتساءل يا ترى هو اتجوز، هو ما اتجوزش، هو مش عارفه ايه. طب ويقعدوا بقى يعني يعملوا التخيلات بتاعتهم او تخمينات بتاعتهم مع ممثلات تانية، مع اي ممثله بتمثل قدامه يعني دور البطوله. او هو جايز يكون فعلا اتجوز واحده من خارج الوسط الفني، وانا ما اعرفش ليه عندي اساسا ان هي ممكن تكون حد يعني واحده قريبته او كده هو. وفي نفس الوقت هو ما يقدرش يظهرها للعلن، لان على طول هيحصل مقارنه ما بين الست دي وما بين ياسمين عبد العزيز. شعبيه ياسمين عبد العزيز عاليه جدا جامحه يعني، فطبعا اللي اتجوزها دي مش هتكسب حاجه خالص لو اتقارنت بيها. فعشان كده هو لا اما هو متجوز ويعني ما يقدرش يعلن ان هو متجوز مين، لا اما هو لسه ما اتجوزش وبيستفيد من القصه دي في الترند بتاعه للمسلسلات بتاعته. ده اللي انا حسيته من اللقاء. هو ذكي جدا. حاول ان هو ما يتكلمش اي كلمه لا الناحيه دي ولا الناحيه دي، حاول ان هو يبان ان هو ابن البلد اللي ما بتطلعش العيبه من بقه. هو ده اللي انا حسيته في اللقاء. انا حسيت ان هو حد مجتهد جدا. انا صراحه زي ما قلت لكم انا مش من معجبين يعني بيه. لا يمثل الطبقه بتاعتي، مش استعلاء والله، بس يعني هو ما بيستهونيش يعني، ولا الشغل الشعبيات ده اساسا بيستهويني. لكن اعتقد ان هو عمره ما هيلاقي حد ماتشنج مع حد كان متوافق معاه جدا قد ياسمين عبد العزيز. لان هما الاتنين عندهم الحته الشعبيه دي، يعني ياسمين عندها حته الجدعنه دي بتاعت ولاد البلد، وهو عنده الحته الشعبيه، فكانوا متلاقين جدا في الحته دي. عموما ربنا يوفق الناس جميعا، ودي تجارب بنشوفها في الناس اللي حوالينا، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نستفيد منها. يلا ده كان اللي عندي النهاردة في كلمتين مش وبس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.